السلام عليكم وأحلى تحية حب لأحلى المتابعين، يا رب تكونوا بخير. أسهل أكلة وأحلى أكلة وجمال والحلاوة عندنا مش عند أي حد تاني. يا رب تكونوا بخير. نعمل حاجة سهلة جدا، ويعني أي حد في أي مكان، حتى لو عندكم شغل هتعمليها في دقايق. كل حاجة ناخدها كده مع بعض وهترميها في الفرن، مش هتاخد معاكي أي وقت. أول حاجة بس نقطع كده أي خضار عندنا، بطاطس، بطاطس، بصل، كوسة، جزر، أي حاجة عندكم، أي حاجة موجودة قطعوها وهنحطها يعني نقطعها كبير صغير. مش هتفرق، هي أصل هتستوي معانا. تمام. أهم حاجة يعني مش هتاخد معاكي إلا التقطيع. وكمان ممكن تتبليها وتسيبيها وتيجي بس تحطيها في الفرن. الحاجات تتبليها من مثلا من بالليل وتسيبيها في التلاجة، مش هيجرالها أي حاجة. وبالشكل ده. تمام. والبصل طبعا برضو بالشكل ده. وبتنجان لو عايزة تحطي بتنجان، عايزة تحطي كوسة، عايزة تحطي جزر، اللي متوفر عندك. انا اي حاجة عندي في التلاجة هطلعها احطها معانا في الاكلة دي، خطيرة بجد، طعمها تحفة. بتنجان، اي حاجة موجودة، اي حاجة. تمام. اه. فلفل، جزر. ايوه الجزر جميل جدا. قرع، في ناس بتحط قرع. اي حاجة يا جماعة والله طعمها خطير. هترمي كل ده، بس التتبيلة بس هي اللي هتبقى معانا. آه هي اللي هتدينا الطعم والحلاوة. خلاص. ناخد كل ده بعد ما نقطعه ونسيبه على جنب. عندي هنا فرخة، انا قبل كده عملتها بالفراخ البلدي ومحدش عارف حاجة. يعني اي فراخ هتستوي معانا. حطيتها قبل كده رز وحطيتها في اكياس، طلعت جميلة جدا. طبعا الفرخة غسلاها ومنضفاها ونقعها في ومية متلجة وملح، وغسلاها كويس جدا بملح وليمون ودقيق ذرة، منضفاها يعني. في ناس تقولك الفراخ ما بتتغسلش، ازاي ما بتتغسلش يا جماعة؟ لازم تتغسل، بالذات لما تكون جايباها من حد ما تعرفوش. عندي هنا التوابل بقى بتاعتي اللي اتبل بيها. الملح، الفلفل الاسمر، البابريكا، اي حاجة بتحبيها ممكن تضيفيها، زعتر، زيت زيتون او زيت نباتي. لو مش متوفر زيت زيتون مفيش اي مشكلة. عندك بصل بودرة ممكن تضيفيه. عندي هنا كاتشب ومعلقة من الصلصة عليه، او معلقتين من الصلصة، مفيش اي مشكلة خالص. اللي متوفر عليهم معلقة من العسل الابيض. تمام. وبعد كده بضيف الملح حسب ما احنا عايزين، والكمية اللي احنا عايزينها. معلقة العسل الابيض دي مفيدة جدا في الوصفة. سيبها على جنب كده. اعمل بس حاجة في الفرخة اولا. الاول المفروض كنت حطيت عليها فلفل اسمر وملح وسبتها شوية علشان تتملح معايا وبين الجلد كده.
وفي كل حاجة والأجنحة والجناح بتاعها أنا شلته وبالشكل ده. تمام، ندعكها كويس بالفلفل الأسمر والملح عشان الزفارة خلاص كده متبقاش فيها أي حاجة زفرة. بعد كده ندهنها من بره ومن جوه بالصوص اللي احنا عملناه ده طبعا، واللي هيتبقى منه مش هنرميه خالص، مفيش حاجة عندنا بتترمي دلوقتي، هو هنرمي أي حاجة. أنا بعملها بين الجلد وبعضه والفلفل الأسمر وكل الحاجات دي بحطها من جوه ومن بره. اجيب فرشة كده بقى من الفرخة من جوه ومن بره علشان هتشوفوا معايا هعمل فيها ايه. لازم طبعا التكتيفة دي بحبها جدا، مش الفرخة رجليها سايبة كده وتبقى شكلها مش حلو، لازم اكتفها كده تبقى ملمومة وجميلة وقمر وحلوة. تمام، هندهنها كده من كل الجهات ونسيبها شوية على جنب. هنجيب كده بقى الباقي من الصوص بتاعنا اللي احنا عملناه، هنضيف عليه الخضار بتاعنا اللي احنا قطعناه، واي خضار انت عايزه تضيفيه ما ضفتهوش انا ممكن تضيفيه. ضيفي معاه زعتر يبقى جميل جدا، الزعتر الاخضر مش الناشف، يبقى طعمها خطير مع زيت الزيتون، حاجه جميله جدا. وكده كده اصلا لو تاكلوا مع بعض بس كده مفيدين قوي قوي. تمام، بنقلب بقى الخليط بتاعنا ده ونحط عليهم بقى الملح بتاعنا علشان تبقى كويسة وطعمها هو يعني ما نحطش عليها حاجة تاني. او نجيب بقى الكيس بتاعنا الحراري الجميل اللي بيخلي الاكل طعمه جميل قوي وسهل. طب لو ما عندناش كيس يا ايمان ممكن نعملها في صينية عادي جدا ونغطيها بورق ألمونيوم او ورق زبدة وبس خلاص نبل ورق الزبدة ونغطيها، او حلة عادي جدا، اي حاجة متوفرة عندنا ما تعقدوش الموضوع. كيس متوفر، مش غالي، وسهل ومش هتوسخي حلل ولا حاجة. هو الطبق اللي احنا عملنا فيه بس تتبيلة وخلاص. انت ممكن تعمليها من بالليل وتحنيها للصبح وتيجي على طول اول ما تيجي من الشغل حطيها وتقعد معاكي 40 دقيقة كتير في الفرن علشان تضمني اللي هي استوت، تبقى زي الزبدة كده الحاجة تاكليها زبدة. فطبعا مفيش اي نقطة مية نحطها. وطبعا الحبايب الامارات اللي بيخرموا الكيس او بيفتحوه بيعملوا فتحات، اوعوا تعملوا كده يا بنات، اوعوا تعملوا كده يا بنات، احنا كده هنقفله. هما مديني حاجات كده صغيرة جدا في قلب كيس اربط بيها، انا طبعا مش عارفة اربط بيها خالص، ايه ده مش نافعة خالص، ايه السلك ده، دي هربط بيه لا طبعا. انا هقطع حته من من الكيس وهربط بيها. انتوا عارفين اللي انا طاقه. انا مش هينفع معايا السلك الصغير اللي هم مدينهولي ده. حته من الكيس نفسه، اوعى تحطوا حته من الكيس تاني يعني يكون ما بيدخلش الفرن يسيح بقى ولا علينا الدنيا. ايه السلك اللي هم حاطينه ده مش نافع خالص. المهم بنقفله كويس ونحطه في الفرن، نسيبها بقى تستوي، هي بتطلع ميتها ومتخافوش ومش هيجرالها حاجة. اوعوا تخرموا تقطعوا الكيس او تعملوه فتحات خالص، هي بتستوي في البخار بتاعها خطيرة، بتطلع كده زبدة زبدة زبدة، قمر قمر قمر، جميلة 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 ما شاء الله. بصوا قمر، لسه بس ما خدتش لون، انا فتحت الكيس، فخلي بالكم لما تيجي تفتحوا الكيس البخار ده ما يطلعش ايه على ايديكي ويلسعك وتقولي ايمان الله يسامحها. فهدخلها بس دقيقتين 3 كده تاخد لون من فوق وكله كده بالكيس. متوسخيش طبعا بالكيس كده، حطيها في الطبق تحت، في تحت الكيس وكلي بالكيس كده جميلة. هتعملي عليه شوية رز، خلاص حطي طبق الرز وعليها الحاجات دي كلها. تمام، اعملوا شوية رز بقى جمال كده جنبهم، ابيض رز
بالكاري، بأي حاجة طعمه بيبقى طعمه جميل. استوت قمر بقت جميلة بس هي سخنة مش قادرة امسكها وحلوة قوي. بصوا اهي، بصوا الحاجة استوت ازاي، مش محتاجة لمسة. جميلة جميلة جميلة. هدخلها بس الفرن تاخد لون من فوق علشان مخدتش لون، مقفول الكيس طبعا. هتطلع معاكم بالجمال والقمر والحلاوة. هي جميلة 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 وريحتها جايبة آخر الشقة يا جماعة، خطيرة. اللي يدخل من على الباب هيقول فين الأكل اللي عندكم. خبوه بقى، خبوه عشان محدش يجي، بس إكرام الضيف واجب. هنعمل كده علشان تتحمر معانا وتاخد لون. أي حد يجي أهلا وسهلا بيه، مرحبتين على دماغنا من فوق. الضيف بياخد الذنوب معاه وهو ماشي، يعني الضيف دوت إكرام وواجب. تمام. هندخل كده الفرن دقيقتين 3 ونطلع. اوعى تتحرق منك، بس تاخد لون بس كده. بصوا كده الجمال والحلاوة والأمارة. أنا هعمل عليها جنبها شوية رز، والحمد لله الغدا جاهز. شوية رز أبيض كده بالقرفة أو بالكاري. السلام عليكم.